أهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة وعلشانك يا مصر. هذا البرنامج بنقدمه بالتعاون مع قناة القاهرة الفضائية والإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية. الحقيقة من خلال هذا البرنامج دايما بنحاول ان احنا نتعرف معنا على الحالة الأمنية في جمهورية مصر العربية في كافة المحافظات. نقدم لحضراتكم ونستعرض معنا أهم الحملات الأمنية الناجحة لكشف بؤر الإجرام وضبطيات سلاح ومخدرات وتنويع معينة من النشاط الجنائي لوزارة الداخلية. أكيد النهاردة هيكون معنا أكثر من مداخلة تليفونية عن أكثر من حدث وأكثر من فيديو أو مادة فيلمية متنوعة. أكيد هنتعرف على كل هذه الأحداث من خلال هذه الحلقة. نلقاكم بعد الفاصل. أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا. يمكن طبعا يوم 14 أغسطس أو 14/8 هتحل الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة. لو حضراتكم طبعا متابعين شبكات التواصل الاجتماعي، هناك الكثير والكثير من الدعوات والنداءات على جروبات وصفحات الإخوان لإثارة إرهاب وشغب في هذه الذكرى. دي مسؤولية شعب ان احنا نواجه هذا الارهاب، مش مسؤولية وزارة الداخلية فقط، لكن ده لا يمنع ابدا ان وزارة الداخلية هناك استعدادات خاصة جدا لمواجهة اي ارهاب او اي عنف ممكن يتعرض له المواطن المصري في هذا التاريخ على وجه التحديد 14/8. الحقيقة موضوعات كتيرة احنا هنفتحها النهاردة عن مواجهة هذا الإرهاب وكيف نواجهه. هل الحل لمواجهة هذا الإرهاب مواجهة أمنية فقط، ولا مواجهة سياسية، ولا مواجهة فكرية؟ ايه هي الوسائل المستخدمة لمواجهة هذا الإرهاب وعدم وجود أو خلق أجيال جديدة من المتطرفين؟ مسألة الأمن القومي مصطلح متواتر وبنسمعه كثيرا جدا، لكن هناك داخل هذا المصطلح أو تحت هذا المصطلح نقاط ومحاور مهمة جدا هنناقشها ونتعرف عليها اليوم من خلال ضيفنا على الهواء اللواء دكتور علاء بزيد، مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية. منورنا النهاردة يا دكتور علاء. أهلا بك يا فندم. يعني حضرتك أكيد يعني متابع لشبكات التواصل الاجتماعي زينا زي كل المصريين، في تواريخ كده ساخنة أو تواريخ تحتها خطوط حمراء، ومنها طبعا يوم 14 أغسطس أو 14/8 وهو حلول الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة. دعوات للعنف وللإرهاب ولترهيب المواطنين. حضرتك شايف ايه هي الاستعدادات اللي هتقوم بيها وزارة الداخلية لمواجهة هذا الإرهاب في الفترة القادمة؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. عايز أطمن الجميع الأول إن مصر محروسة ومحفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. يا رب. وباسم البرنامج اللي هو علشانك يا مصر بنقول علشانك يا مصر، ربنا سبحانه وتعالى هيأ جيش وشرطة جنود وضباط حموا هذا الشعب بأرواحهم فعلا. ولن يسمح أبدا بأي عناصر ضالة ومضللة ومأجورة أن تنفذ مخططاتها التآمرية والعدائية ضد هذا الوطن إن شاء الله. الشرطة على هبة الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي خروقات أو خروج عن القانون
أو التجاوز أو ترويع المواطنين أو تعريض حياتهم وسلامتهم ومصالحهم للخطر. السيد الوزير في جولاته الأخيرة وفي تصريحاته صرح بهذا، وطبعا في تعليمات للشرطة بالتعامل الفوري والحاسم مع كافة المواقف لتحقيق السيطرة الأمنية. احنا كلنا مصر في مفترق طريق، ويجب أن تتضافر كل الجهود لوضعها على الطريق السليم إن شاء الله. المفروض أن الإخوة اللي بيدعوا إلى هذا طبعا يعني شرعا ربنا يعني في قاعدة شرعية بتقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. المفروض أن احنا بقى دي مرحلة انتهت، وننخرط في المجتمع ونعود لصفوف الشعب ونعيش مع الشعب، لأن برضو دول في وسطنا وأقرباء لنا ومش هنقدر فالمفروض أن الناس ديت تتعقل وما تمشيش ورا قيادات ضالة ومضللة. لأن لو شفنا في هذه المواقع كل القيادات اللي كانت بتقول إن احنا على جثثنا وكلهم هربوا وتركوا ناس أبرياء حصل لهم طبعا يعني مش عايزين نخش في تفاصيل الموضوع ايه، لكن الناس دول ناس مضللة وباسم الدين، وللأسف احنا ما شفناش أي حاجة طبقت باسم الدين في عهدهم. فيجب أن احنا دلوقتي نبص لمصلحة مصر وندفع هذا الفساد وما ننسقش وراء الدعوات الوهمية، لأن فعلا يد الدولة هي اليد العليا في مواجهة أي إرهاب. جميل. والحمد لله مصر عادت دولة قوية، عادت دولة قوية بكافة مؤسساتها وبكافة بجيشها وشرطتها وبشعبها. الشعب هو السند والظهر. دكتور علاء، يمكن يعني احنا اتكلمنا عن هذا الفكر المتطرف الحقيقة، يعني مدمر ومميت ووحشي جدا، والدليل على كده طبعا أبنائنا من رجال الشرطة والقوات المسلحة اللي بيسقطوا شهداء كل يوم نتيجة هذا الغدر والإرهاب الدموي. موضوع تأمين الوطن ومصطلح الأمن القومي، يعني دايما بنسمع كتير من المتخصصين يقول لك دي مسألة أمن قومي. أكيد هو أمن الوطن، لكن للحفاظ ولتحقيق هذا المصطلح لابد أن يكون هناك معايير هامة جدا لابد أن تطرح أولا للمحافظة على هذا المصطلح وتنفيذه بدقة. بداية قبل ما أتكلم عن الأمن القومي لازم نعرف حاجة مهمة جدا، إن مصر مستهدفة. أيوه. ولا زالت في دائرة الاستهداف. ده حقيقي. ولازم ان احنا نكون الشعب المصري يكون واعي الى هذا. لو عايزين نعرف يعني الحمد لله ان ربنا كان حافظ مصر وحارسها، نبص حوالينا، نبص دولة زي العراق وزي ليبيا وزي سوريا وزي اليمن، نعرف ان حالنا ايه. وكان المقصود في البداية مصر، بس الحمد لله يعني. اللي انا عايزين نتكلم الامن القومي، بنسمع هذا المصطلح كثيرا. ما معنى الامن القومي؟ الامن القومي معناه بإيجاز شديد هو القدرة. الأمن القومي هو القدرة. يعني إيه القدرة؟ قدرة الدولة على حماية مواطنيها وحماية أراضيها وتحقيق استقلالها. أيوه. دي القدرة. يعني لو دققنا في اللفظ شوية اسمه أمن قومي. كلمة أمن قومي، القوم يعني الأهل، الناس، الشعب، العشيرة، أي شعب. الشعب. فأنت بتأمنهم. أيوه. الأمن القومي ده عبارة عن القدرة. ما هي القدرة؟ القدرة هي مجموعة من القوى. إذا مسيت أي قوة من هذه القوى تؤثر على على الأمن القومي لهذه الدولة. فمجموعة يعني عرفنا، أنا أصل طريقتي يعني شرحها تدريسي شوية، مش حواري. فبحب ان انا اوضح يعني دقيقة على اساس على اساس يعني الساده المشاهدين يقدروا يستوعبوا، نبسط الامور. يعني الكل بيتكلم امن قومي. يعني ايه امن قومي؟ امن القومي يعني معناها القدره. تمام. باختصار القدره من تحتها نلاقي هي مجموعه من القوى. ما هي القوى؟ القوى العسكريه، القوى الامنيه، القوى الاقتصاديه، القوى السياسيه، القوى الاجتماعيه، القوى الثقافيه، واضيفت القوى الإعلامية. دي مجموعة القوى. كل قوة من دول هنتكلم باختصار شديد برضو عشان السادة المشاهدين يفهموا يعني ايه قوة. لأن كل قوة لها مصادر. برضو عايز أعمل خلل في الأمن القومي، أشوف أي مصدر من مصادر هذه القوة واخترق. برافو، هو كده. يبقى قلنا قدرة. القدرة عبارة عن مجموعة من القوة. نيجي للقوة العسكرية. القوة العسكرية، مصادر القوة العسكرية ايه؟ قوة بشرية.
من ضباط، من جنود، من صف الضباط، دي القوى البشريه. يبقى ده امن قومي، وده متاح الحمد لله متوفر عندنا. لا ده انا بقصد يعني هو هو ايه مصادرها قوه بشريه. تسليح، ان قدرت اوصل لايه التسليح وايه نوعيه التسليح. وسائل انتقال، وسائل اتصال، معلومات. تمام. ده بالنسبه، ده انا باختصار شديد بالنسبه للقوه العسكريه. قوه امنيه، قوه امنيه برضو قوه بشريه، وتسليح واتصال ومعلومات. يعني تقريبا زي القوه العسكريه دي. اما اجي انا مثلا كاي دوله او اي مخابرات عالميه عايزه تعمل خلل في الامن القومي لاي دوله، بنسمع دايما المخابرات في تجسسها بتتجسس على ايه؟ على نوع التسليح. ايوه، عشان تقدر تعرف قوه الخصم بتاعها الخصم. ايوه، فده يعتبر اما انا اجي اتكلم، لو انا اتكلمت دلوقتي على خصوصيات للشرطه زي مثلا تسليحها ومعداتها ايه، يبقى انا بتكلم في حاجه تمس الامن القومي، لا يجوز لي ان انا اتكلم فيها. لان بتمس الامن، لان حد لعدوي يعني اسرار ومعلومات خاصه جدا. قوتي انا اقدر اقول بصفه عامه احنا الحمد لله هي اليد الدوله اللي هي اليد العليا. تمام. وتقدر تواجه الارهاب ومصره، ليس لديها خيار وانما اصرار على اجتزازه من جذوره. خلاص انتهى. جميل. لكن اللي انا بقوله ان عشان اي واحد فبيجي في ايه التسليح، فيجي في القوى البشريه، يجي القوى البشريه يعني زي ما بيحصل اختراقات. زي ما شفنا جندي من الجنود كان بيشتغل في القوات المسلحه زمان، وقدر من خلال اتصالات يرصد بعض الاشياء وايه ويبلغها لبعض الجماعات. واخد بالك؟ ده امن قومي. تمام. هنستأذن حضرتك. معنا على الهاتف سيادة اللواء محمود يسري، مدير امن القليوبيه. اهلا بيك سيادة اللواء. مساء الخير. صباح الخير. اهلا بيك سياده اللواء. حضرتك موجود في منطقه الجعفره دلوقتي، واحنا عارفين ان في حمله الحقيقه. يا ريت حضرتك توصف لنا كده وتكلمنا عن الوضع عندك شكله ايه. الحمد لله يا فندم، احنا بناء على توجيهات السيد وزير الداخليه احنا اقتحمنا منطقه الجعفره في 1/6، وكان معالي السيد الوزير شرفنا وفي تنسيق مع قطاع مصلحه الامن العام والعمليات الخاصه بقطاع الامن المركزي. أيوة. واحنا موجودين من ذلك التاريخ في منطقه الجعفره من 1/6 حتى الان. أيوة. القوات موجوده على مدار 24 ساعه بقيادات، باسلحه من مدرعات، بضباط من قوات الامن موجوده حتى الان في المنطقه، وبيتم القضاء. واتظبط طبعا مجموعه كبيره من العناصر الاجراميه شديده الخطوره، واتظبط كميات كبيره من الاسلحه والقنابل وكميات كبيره من المخدرات. احنا وصلنا لحوالي 44 كيلو بودره حتى الان في منطقه الجعفره، ومظبوط كميات كبيره من الاسلحه جدا يعني، ومظبوط سلاح جرينوف ومظبوط قنابل يدويه. واحنا ما زلنا موجودين الى ان يتم باذن الله تعالى تطهير المنطقه تماما من العناصر الجنائيه اللي فيها. ايه الصعوبه في منطقه الجعفره سياده اللواء وانتم متواجدين فيها من 1/6؟ هل ليها طبيعه خاصه المنطقه دي؟ طبيعتها الخاصه انها منطقه جناين كبيره متاخمه بين قرى مختلفه وبين بلاد مختلفه. بيهربوا فيها في منطقه الجناين الواسعه اللي بين المديريات. يستخبوا في المناطق ديت، واحنا بنداهم كل يوم الاماكن اللي بتجيلنا معلومات، وبننزل وراهم الجناين. يعني بيحصل عمليه مطاردات يوميا، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله. احنا ظابطين شخصيات جنائيه مهمه زي هشام المرعب وسامح المرعب وعمران. دي عناصر جنائيه شديده الخطوره هربانه من السجون من احداث 25 يناير. تم ضبطها بسلاحها بكميات كبيره من الاسلحه، واتظبط مخزن لاولاد حافظ امين في حوالي 20 بندقيه. اتظبط يعني ضبطيات كويسه كويس. لم يكن فيها عناصر جنائيه لكن فيها اسلحه ثقيله، وان شاء الله احنا مكملين ان شاء الله. عايزه حضرتك ان يتم القضاء عليها ان شاء الله. انا عايزه حضرتك تكلمني عن تعاون المواطن المصري معاكم لضبط هؤلاء الخارجين على القانون. تعاون الاهالي شكله ايه وقاطني وساكني هذه المنطقه؟ حضرتك الاهالي الشرفاء في المنطقه كلهم مرحبين بتواجدنا لمنع الظواهر الاجراميه زي تردد المدمنين والمجرمين من مناطق اخرى كانوا بيترددوا على المنطقه. كل اهالي البلاد مبسوطين من تواجدنا لعدم وجود عناصر جنائيه في المنطقه، وبيتعاونوا معانا ببعض المعلومات
في ضبط هذه العناصر. جميل. معانا اللواء علاء بزيد، هو عايز يتكلم مع حضرتك. اتفضل سيادة اللواء. صباح الخير يا محمود بيه. مساء الخير علاء بيه، ازيك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. احنا الحقيقه يعني عايز اوجه لسيادتك وللساده قيادات الشرطه والسيد الوزير وكل قوات الشرطه تحيه اجلال وتقدير. انتوا توليتوا المسؤوليه في ظروف بالغه الدقه والتعقيد وقدرتوا تتحملوا، والحمد لله. سيذكر لكم التاريخ بكل الاعزاز والفخر ما قمتم به، والاسترداد هيبه مصر والاسترداد امن مصر. والحقيقه انا يعني بقول لكم ربنا معاكم دايما، وربنا يوفقكم دايما، وبنسمع دايما وبنشوف ما يسلك صدورنا ويخلينا دايما فخورين ان احنا ننتمي الى هذا الجهاز. شكرا جزيلا علاء بيه. واحنا طبعا التعاون بين الشرطه والاعلام والمواطن المصري هو خير وسيله لحب مصر والدفاع عنها. طبعا. سيادة اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، ربنا معاكم ويوفقكم من أجل حفظ أمن وأمان هذا الوطن وهذا الشعب الغالي. وبشكر حضرتك على تعاونك معنا في برنامجنا علشانك يا مصر، ولكم كل التوفيق. أشكرك جدا. شكرا يا فندم. يعني ناس ما بتنامش، ناس سهرانة، العيون الساهرة فعلا، وموجودين في مناطق نائية علشان من 1/6 يعني بقى لهم شهرين هناك في المكان ده علشان يطهروه ويمشطوه من البؤر والعناصر الإجرامية والخارجة على القانون. طيب ليه دايما دكتور علاء لما بيحصل إرهاب أول حل بيكون الحل الأمني؟ أكيد في حلول أخرى، خصوصا الفكر الإرهابي والفكر المتطرف اللي أحيانا بنجده في المجتمع دلوقتي. إيه هي الحلول الأخرى اللي ممكن تلجأ ليها الدولة في الفترة القادمة ونستبعد بعض الشيء؟ الحل الأمني هو لا غنى عنه طبعا، لكن مش هو الحل الأول والأخير. يعني هو عايز أقول إن هو الحل أو المعالجة الأمنية مش المعالجة المثلى. أيوه. يعني هو لازم بالتوازي معاها في حلول أخرى في أي حاجة. على مدار العقود الماضية كان بيعول دايما على الحل الأمني. أيوة. ودي بتبقى حكومات فاشلة إن بتعول الحل الأمني وبس، بيسبب ردود فعل سلبية من المواطن لدى جهاز الشرطة لأن هو اللي في الصدارة طبعا. وبعدين ما بيعالجش. يعني لما تيجي مشكلة الفقر، مشكلة البطالة، مشكلة دي مشكلة دولة. أيوة. المفروض الدولة بتحلها. فبيصدر الأمن دايما لأي حل أي مشكلة. فده طبعا الموقف اللي احنا فيه دلوقتي بيختلف لأن احنا مصر مستهدفة. فبالتالي الأمن عليه دور مهم جدا يمثل حوالي 80%. يعني في المراحل العادية وفي الأوقات العادية الأمن المفروض بالتوازي في حلول أخرى. أيوة. لكن احنا في مواجهة دلوقتي، في مواجهة إرهاب. أيوة. وإرهاب لا يرحم، وفي مواجهة لم يسبق لها مثيل في تاريخنا. يعني شايفة زي ما بقول بالبداية إن فعلا الشرطة والجيش بيحموا هذا الشعب بأرواحهم. دي حقيقة. ولا يدخروا جهد في سبيل الزود عن هذا الوطن. دي حقيقة. فهو اللي احنا المفروض بقى عشان نحل يبقى المفروض في أدوار أخرى. يعني أنا رأيي إن الإرهاب مش هو إرهاب اللي هو احنا شايفينه إرهاب الجماعات دي بس أو الإرهاب السياسي. الإرهاب بعتبره في إرهاب اسمه إرهاب جنائي وإرهاب سياسي وإرهاب فكري. أيوة. الإرهاب الفكري اللي هو زي ما احنا شفنا إن بعض زي سيد قطب وغيره اللي لهم آراء متطرفة في التكفير وغيره، دول اللي أفسدوا عقول الشباب. يعني ولهم كتابات ومؤلفات ولا زالت موجودة إرهابية لنشر موجود. الفكر لذلك الإرهابي. أنا عايز وأنا بواجه الإرهاب لازم أجفف منابع الإرهاب. أيوة. منابع الإرهاب عبارة عن منابع مادية، منابع شخصية تسليحية إرهابية، منابع برضو فكرية. واخد بالك بقى في بعض يعني هم طبعا الجامعات دي لما بدأت بداياتها استغلوا حالة الفقر والحاجة. أيوة. ولذلك انتشرت ده في العشوائيات أكثر من الأماكن الراقية. تمام. فكان استغلالهم لها. فيجب أن يكون الدولة لها دور بالتوازي مع المعالجة الأمنية اللي الأمن بيشتغل فيها، وبإذن الله قادر على اجتزاز الإرهاب خالص. لكن مطلوب بقى من الدولة في حلول اقتصادية، في حلول سياسية، في حلول بقى مواجهة فكرية. يعني أنا من رأيي إن كل الكتب اللي هي خاصة طب نبتدي بالحلول الفكرية أو مواجهة الفكر الإرهابي من خلال مؤلفات وكتب منتشرة
في كل مكان وما زالت موجودة. ازاي القضاء على الارهاب الفكري ده والقضاء على المصادر؟ هو ده مهم جدا. ليه؟ ده مساعد للامن، لان انا المواجهه الامنيه الارهاب اللي انا بواجهه ده عباره عن 3 طبقات. طبقه معتقده، الطبقه المعتقده ده ما فيش، ده دماغه زي الجاز ما فيش فايده، ده اللي هو بقى اتبرمج خلاص ما فيش لا رجعه عن هذا الفكر. ان هو لما ان هو بيوحوا له ان هو شهيد والحور العين مستنيين والكلام اللي هو بيحصل ده طبعا دي فئه منهم. اللي هو المعتقد، دي المواجهه، والأخطر دي اللي بتواجه، دي اخطر حاجه، دي اخطر فكره. يليها في فئه اسمها فئه متعاطفه. يلي هذه الفئه فئه اسمها حائره، مش عارف ايه الصح وايه الغلط. خطر الفئه المعتقده ده ممكن اناقشه، والحائره ده افهمه، اوجهه صح، وافهمه التوجيه الصحيح، تصحيح المسار. لان انا لو فضلت اواجه امنيا المعتقد هيوصلني الى الحلقه مفرغه، بمعنى ان انا هقعد اضرب فيه، لما انهيه هيخش لي المعتقد بديل ليه، لانه هيتعاطف معاه. المعتقد قصدي اللي هيخش لي بدل المتعاطف، اللي بيفجر نفسه يا دكتور علاء ويدخل في كمين يفجر نفسه، او في اي يعني منشأة حكومية يفجر نفسه، ده بيكون من انه فئة منهم، المعتقد ولا الحائر ولا المتعاطف؟ لا ما انا بقول لحضرتك لا، ما بيستعملش العنف الا المعتقد. بيجي بعد كده المتعاطف. انا بقصد انا لو خلصت على المعتقد دون مواجهه فكريه للمتعاطف هيحل مكان المعتقد المتعاطف، هيقوم بنفس الدور، هيقوم بنفس الدور. والحائر اللي ما كانش عارف ايه الصح من الغلط هينتمي، هيبقى هو متعاطف، يبقى فضلت انا في الدايره. فيجب بالتوازي، يبقى انا في مواجهه فكريه. يعني الاعلام عليه دور، الازهر عليه دور. انا مش من راي الازهر ان هو دوره دايما بيقول لك ارسلنا قوافل، لان انت بترسل قوافل للمساجد، هو للاسف بعض هذه الجامعات ما بيقعدش يسمعك، واخد بالك؟ هي عايزه مواجهه يعني اعلاميه قبل اي حاجه. انا واحد من الناس مستعد اعمل مناظره مع اي واحد فيهم بالدين، نكلمه في الدين وبالدين وواجهه، واخد بالك؟ ووصله لايه؟ لان هو ما بيجي يتكلم يقول لك مثلا ده احنا عايزين نوصل للحكم ومن خلال الحكم نطبق الدين. ايوه. طيب الرسول عليه السلام في بدايه الدعوه كفار قريش قالوا له ايه؟ قالوا ان كنت تريد مالا اعطيناك وان كنت تريد ملكا ملكناك. أيوة. فلو كان فعلا من خلال الملك كان الرسول وافق على الملك، ومن خلال الملك فرض الدين. لكن هو ده. وبعدين منهج الدين ومنهج الدعوه ربنا حدده لنا على سبيل الحصر: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ولم يامرنا ابدا حتى بقتال الكفار ابدا، ده امرنا بدعوتهم للهدى، واخد بالك؟ لان ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. تخيلي يعني لو كافر، لو يهودي، لو مسيحي، لا ينهاكم الله ان تبره وتقسط اليه، تكون معتدل معاه طالما لم يقاتلك في الدين طبعا ولم يخرجك من ديارك ولم يقتل. انما ولذلك حتى في ايه: يا ايها الكافرون قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. ربنا ما قالكش روح اقتلوا. طب ليه نظريات غريبه قوي يا دكتور علاء، زي يقول لك ايه: الطريق الى تحرير القدس هو القضاء على الجيش المصري. طب ازاي؟ ما انا هقول لك على حاجه، يعني برضو الكلام غير مفهوم. بصي هقول لك على حاجه. هم بيتخذوا منهج الصهاينه. بمعنى ايه؟ الصهاينه دول مش يهود اصلا. الصهاينه دول بيتزرعوا بالدين اليهودي على ان هو من خلال عشان الدين اليهودي هم بيعملوا كده. فاهماني؟ دول بقى صهاينه هذه دول برضو بيستغلوا الدين والدين منهم براء، لان الدين مش كده ابدا. الدين مش كده. وبعدين ربنا حتى في يبين لنا كل حاجه. يعني في الايه 7 في سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل له لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وفي دماغهم إنهم بيصلحوا. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في دماغهم كده. فهو من خلال، لأنه معروف إن الشعب المصري شعب متدين بطبعه، شعب طيب بطبعه. فبيستغل فيه هذه النقطة إن هو من خلال الدين، وإن
لدرجه ان هو يعني عندهم مثلا من ضمن الافكار اللي بقول لحضرتك ان يجب مواجهتها النظام اللي هم بيحلوا بيه دم اي حد، حتى لو واحد ماشي في الشارع بريء، اللي هو نظام الترس. ايه هو نظام الترس ده؟ دي بقى نظريه ولا فكر ولا ايه بالظبط؟ فكر سيد قطب. اسمه الترس. فكر سيد قطب. ده استقاه من اراء ابن تيميه. ودي اراء طبعا قديمه ومفروض يعني عارفه ومحرفه. اعتقد ان هم بياخدوا الاراء دي بيحرفوها حسب هواهم يعني. لكن دي تسيء للدين. اكيد دي تسيء للدين، لان الدين الاسلامي مش كده ابدا. ايه بقى نظريه او فكر الترس ده؟ نظريه الترس بيقول لك لو انت قدامك مجموعه من الكفار تترست، يعني حطت قدامها صد كانت حائط صد امامك من المسلمين، اقتل المسلمين من اجل الوصول ليهم. فبالتالي بيحرفوا هذه النظريه. ده انت لو في مواجهه مثلا في غزو مع ولا يجوز برضه ليه تقتله. لو قال لك ايه يعني، لما انا بسال واحد اقول له ضابط المرور اللي كان واقف اللي انتوا بتضربوه ده وكان جنبه 2، واحد اصيب وواحد مات، ده ذنبهم؟ انت بتعتبر الضابط ده انت بتعتبره كده ان هو كافر؟ طب ودول قال ما هم دول ترس. يعني شوف نزل كانوا عائق امامه امام ضابط المرور. مش مشكله عنده مين اللي يموت. وبعدين ده ربنا حرم النفس. النفس مش ده ربنا قال ان ومن قتل مؤمنا وقتل له جزاء جهنم وساءت مصيرا. اما النفس بقى ربنا حرم النفس التي ايه الا النفس اللي حرمها الله. لا يجوز ابدا تقتل النفس. ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. تمام. ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. تخيل النائب مأمور المطاي ده اللي هم كانوا ضربوه اما راح المستشفى وكان لسه فيه الروح وبيحطوا له الاجهزه، واحد من الجامعات دكتور للاسف اما عرف ان ده نائب مأمور شال الاجهزه وضربه باسطوانه الاكسجين في دماغه لما موت. لا اله الا الله. شوفي منتهى الدمويه والوحشيه مش ممكن ابدا يعني. طب لو احنا اتكلمنا عن فربنا بيقول ومن قتل مؤمنا متعمدا، المؤمن بقى فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ادي اول جزاء، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا اليما. طبعا. فهو ده ازاي يعني ده؟ ومين انت عشان تحكم على ده كافر ولا ده مؤمن ولا ده غيره؟ مين تمام. يعني طب احنا لو اتكلمنا عن الضربات الاستباقية لوزارة الداخلية، طبعا احنا بنقول قبل 30 يونيو كانت وزارة الداخلية يعني بتقوم بجهد فوق طاقتها، لأن كان استشهد منها وما زال كثير من أبنائها. الثورة المضادة ضدها والإرهاب كان منتشر جدا في فترة حكم الإخوان على وجه التحديد. النهاردة بعد المصالحة الجميلة بين وزارة الداخلية والشعب بعد 30 يونيو، حضرتك شايف أنشطتهم شكلها إيه؟ الحملات اللي بيقوموا بيها، الخطط الأمنية اللي بيتم تنفيذها، الضربات الاستباقية لكثير من الأحداث المدمرة اللي كانت لو تمت ممكن أنها تؤثر بشكل كبير على الوطن. شايف إزاي حضرتك الصورة دي؟ ما هو برضو عشان في البداية زي ما قلت في البداية، عشان ربنا حافظ مصر هيأ لها رجال شرفاء فعلا. طبعا بعد ثورة 25 يناير، ثورة 25 يناير دي ثورة يعني أسبابها منطقية ومطالبها مشروعة. تمام. حصل انقضاض وسطوا على هذه الثورة ابتداء من يوم 27 و28 وهم بدأوا. ليه ضربوا السجون وأخرجوا دول وضربوا الأقسام وقضوا على جهاز أمن الدولة؟ دمروه بالكامل. جهاز أمن الدولة بيعتبر هو بالنسبة لجهاز الشرطة هو الرأس بالنسبة للجسم. طبعا مصدر المعلومات المهم. الشرطة ما تقدرش تشتغل من غير معلومات. طبعا. يعني محمود بيسري نازل بيشرف على الحملة دلوقتي، نازل بمعلومات. أكيد. مش نازل كده بشكل عشوائي. لازم يكون في معلومات. تمام. فأساس أساس الشغل هو المعلومات. فكان مقصود استهداف إيه؟ تدمير مصر وإسقاط الدولة المصرية. أبدأوا من خلال إيه؟ جهاز الشرطة. جهاز الشرطة في العالم كله في أي دولة هو العمود الفقري للدولة. إذا قدرت يعني لو حضرتك عندك بيت في منطقة نائية أو أي حاجة وعندك غفير أو حد واقف وسلاح وواقف مأمنك بره، لو أنا عايز أوصل لك يبقى أضرب الغفير ده الأول. أيوة. خلاص يبقى كل حاجة مباحة قدامي. فهو ده من خلال ده كانت خطة أخرى بقى. الثورة ما بنتكلمش فيها، لكن اقتحام الأقسام والسجون
واخراج المساجين وعمل الفوضى والانفلات الامني، لان عايز توصل حاله الانفلات الامن دي هي بدايه سقوط الدوله. هي ايه؟ انك تحقق حاله انفلات امني. ده هذا المخطط نفس اللي مخططينه مخابرات عالميه. فوجئوا بان الشعب المصري عمل لجان لوحده شعبيه ووقف حمى نفسه. هو شعب عظيم وشعب ربنا حافظه وحميه، فبالتالي بيوجهه التوجيه سليم. فالحمد لله في فتره وجيزه جدا، لو بمقاييس الامور الامنيه والدراسيه والعمليه والمنطقيه لا يمكن لجهاز امن يعود خلال سنه واثنين وثلاثه لا يمكن. يعني اقل حاجه جهاز امن عشان ينهار بالشكل ده قدامه 5 سنين عشان يرجع جهاز امن. لكن في فتره وجيزه جدا رجع جهاز الامن ورجع جهاز المعلومات، وبفضل الله ثم هذا الشعب، لان الشعب كان سند حقيقي للشرطه فعلا طبعًا. في كل شيء لما عرف حقيقه، لان ما انت الامن ده احساس. اما بدانا في الانفلات الامني الناس حسينا بالفراغ الامني اللي حاصل والسرقات والتعديات اللي حصلت، وبالتالي بداوا يتعاطفوا معاهم، لان كان فيه تشويه وتشويش على أجهزة الأمن وعلى صورتها قدام المواطنين، عشان يبقى في العلاقة بينهم علاقة ممزقة وفاسدة، وبالتالي يبقى في مواجهات. فكان الحشد المعنوي ضد الشرطة. جميل. طيب لو اتكلمنا بقى، يعني حضرتك قلت قوى الأمن القومي وحضرتك عدتها لنا، لكن أنا الحقيقة عايزة أتكلم على دور الإعلام في الفترة. لا نبتدي بالإعلام ونقول بقى إيه يعني دور الإعلام في الفترة القادمة. يعني برنامج زي برنامجنا علشانك يا مصر، إحنا يعني الحقيقة بنبذل فيه مجهود كأسرة برنامج من أجل خلق يعني جسر من التواصل بين المواطن العادي ووزارة الداخلية، خصوصا بعد إنشاء قطاعات جديدة زي قطاع حقوق الإنسان وغيره. المطلوب إيه من الإعلام في الفترة القادمة لدعم الأمن في مصر؟ هو الإعلام ده بيعمل على تشكيل الوجدان بالنسبة له. هو الوجدان، التشكيل ده عبارة عن إيه؟ مجموعة القيم التي تترسخ في نفوس المواطنين. تمام. فمن خلال الإعلام أنت بتحرك، بيشغل الإعلام على فكرة اسمها فكرة الإيحاء الذاتي. فكرة الإيحاء الذاتي هي فكرة بتقف النفس أمامها موقف الخضوع السلبي المنطوي على إنكار الذات ومنها التقليد. والتقليد بقى بيندفع الفرد لمحاكاة ما يأتيه الغير من تصرفات رغبة في التساوي. معلش الكلام مكلكع، أبسطه. يا ريت. اتفضل. الإيحاء الذاتي يعني إيه؟ يعني الإيحاء الذاتي هو فكرة تقف يعني ممكن أجي أشوف مشهد في فيلم، يعني لو نلاحظ وده شيء يعني المفروض الدولة تنتبه ليه، نلاقي أغلب مسلسلاتنا وأفلامنا بتوجه لتوجيه معين. توجيه ايه؟ توجيه مثلا يعني انا في شغلي وانا كنت ضابط مباحث، كان كل شغلي اما بنيجي في قضيه كانت غريبه وكان الجاني اتخذ اسلوب غريب، فكنت لما بساله انت قدرت تعمل ده ازاي؟ أيوة. فكانوا يقولوا لي اتعلمته من فيلم كذا. الدراما هنا بيكون ليها تأثير سلبي وتأثير غير مرغوب فيه. حتى المخدرات، حتى تعاطي المخدرات، أو في أبحاث ودراسات الحقيقة. نسيت أقولها لحضرتك برضه في البدايات، إن هو من معاول الهدم لينا مش الإرهاب لوحده. لا، المخدرات، انتشار السلاح، الحاجات دي كلها، الارهاب الجنائي. ولذلك الحمد لله احنا بنحيي وزاره الداخليه، لان بالتوازي مع مواجهه الارهاب بتواجه الارهاب الجنائي، بتوجه حملات البؤر الاجراميه وبؤر المخدرات، وبتقدر يعني الامن العام فعلا بيقوم بدور رائع، والامن الوطني بيقوم بدور رائع، فكلهم بيشتغلوا مع بعض وحاطين ارواحهم على ايديهم في سبيل هذا الوطن. فهو ايه، احنا بنتكلم بقى في فكره الاعلام. لو نلاحظ ان تحديدا سنه 96 بدات قناه الجزيره تبث سمومها من قناه الجزيره. بيعمل لك ازاي فكره الاعلام؟ هبسطها لك. يعني هو قال لك انا عايز دلوقتي، كان في مخطط لتقسيم الشرق الاوسط واعاده تقسيمه من جديد ودويلات استخدمت في هذا. طبعا معروف ان قطر ديت يعني دويله في الحضانه الامريكيه، ماشي، مولوده ولاده مبتسره، فعايزه تعمل لنفسها دور فبدات تبقى تنتمي اليهم. فبدا التوجيه من زمان، مش الايام دي، يعني من التسعينات. فانا بشرح عشان اقول دور الاعلام ايه. فبدا دور الاعلام بالتوجيه، يجيب لك قناه الجزيره دي قناه معروفه يهوديه امريكيه وفيها ومعروفه كويس جدا. يبدأ هو معروف ان احنا كعرب بنكره اليهود والامريكان، فبدأ يشتم فيهم
يوم يجذب المشاهد العربي. ايوه، ويخليك تثق فيه. وبعدين بدأ يوجه متى تهب الشعوب، متى كذا كذا، زي ما بتشوفي برضه للاسف بعض الاعلانات لما بيقول لك اجبر وسيطر وولعها. يعني ايه ولا ايه دخل شيبس في ولعها؟ ايوه، يعني انا مش عارف يعني ايه ولعها واجبر وسيطر. دايما اجبر وسيطر، يعني ايه سيطر؟ ده ايحاءات. ايحاءات وبعدين كلمه ولعها يخليها درجه في اذهان الاطفال والشباب. يعني تاثيرها سلبي جدا للاسف. اللي بيذاع دلوقتي في بعض برامج اللي هو بتاعت الاطفال اسمه G25 ده بيذاع. تخيلي في ايه؟ كرتون بيروح يولع مكان. ايوه، ده في الكرتون بيولع مكان ويخش على بنك يسرقه، وبعدين يقابله ضابط يقتل الضابط. ده فيلم كرتون ده وموجود وبيذاع للاسف. فشوفي بيرسخوا في فكره العنف. لو قتل مين؟ لا الشرطه. رجل الامن. عايز يقطع على دوله، فما فيش قيم، ما فيش. وبيبدا يبقى لازم بقى يبقى في رقابه دكتور علاء على هذه المواد اللي بيتم بثها. يعني دي بتدس السم في العسل لاجيال جديده واجيال لسه صاعده هي المستقبل. شوفي بقى يعني قناه الجزيره بقت جذبت المشاهدين العرب ليها، وبقى في ثقه وهي مصدر المعلومات الاخباريه. ايوه، وبدات توجههم لحد ما جينا احنا في 25 يناير شفنا كلامهم كان ايه، فاهماني، وشغلهم ايه واتصالاتهم ايه. وفي 30 يونيو اتقلبت خالص. ما بقاش العمليه ان هي حياديه. طيب، لا، ده موضوع تاني. انا عايزه حضرتك كده ترسل رساله للمواطن المصري. ايه المطلوب منه في الفترة القادمة لدعم رجال الأمن والحفاظ على أمن هذا الوطن؟ لأن احنا بنقول رسالة الأمن مش مهمة رجل الأمن فقط، لكن هي مهمة الشعب كله من أجل الحفاظ على هذا الوطن. تقول ايه للمصريين يعني حضرتك؟ أنا عايز أقول برضو يعني آخر اجتماع للسيد الوزير كان مع الضباط أثناء تفقده وجولاته الميدانية لتفقد الأمن، كان في المنوفية تحديدا. يعني أمر سيادته بسرعة للضباط، سرعة اتخاذ الإجراءات التي تضمن ضمان تلقي البلاغات وفحصها للمواطنين. يعني ده مهم، حفاظا على ثقة الشعب في الشرطة. جميل. عشان نفضل محافظين على هذا. وقال برضو من ضمن الكلام، قال إن الشعب هو سند الشرطة طبعا الأول والأخير في مواجهة الإرهاب وفي تحقيق أمن واستقرار هذا البلد. جميل جدا. ده برضو التوجيهات دي رسالة. ما هو ده من خلاله بنقدر يعني. وقال إن برضو التحديات الأمنية اللي بتفرضها هذه المرحلة، إحنا في مرحلة بتتطلب من كل مواطن ومن كل ضابط عمل دؤوب وعمل دؤوب وإنفاذ القانون بكل قوة وبكل حسم. فالمواطن نفسه، يعني المواطن نفسه يطالب بحقه. لو ليه حق عند أي حد بيطالب بحقه. أكيد. وينطبق عشان نفرق بين الدولة ولا دولة هو تطبيق القانون. فلا بد من تطبيق القانون. الشرطة محتاجة دعم المواطن، الدعم المعلوماتي. أكيد. ده مهم جدا في الفترة. ومحتاجة فعلا إنها دايما في ثورة 30 يونيو كانت الشرطة والجيش هم ظهير للشعب. أيوه. دلوقتي أصبح ظهير الشرطة والجيش هو الشعب. يعني خير ختام الحقيقة نختم بيه حلقتنا النهاردة. يعني كل الشكر لضيفنا على الهواء سيادة اللواء دكتور علاء بزيد، مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية. أشكرك يا فندم وسهرناك معنا النهاردة. مشاهدينا، يعني بنتمنى كل الأمن والأمان لمصر، وبنقول دعوات المغرضة، الدعوات الإرهابية لإحياء ذكرى فض الصمي ربعة والنهضة يوم 14 أغسطس لابد أن نواجهها جميعا كمصريين، وليس كرجال قوات مسلحة فقط أو كرجال شرطة. كل الأمان والأمن لمصر الحبيبة. نلقاكم على خير الأحد القادم. وفي النهاية لكم أرق تحيات أسرة البرنامج هشام العراقي، وسام إبراهيم، وتحياتي عبير محمود، وإلى اللقاء.